تاني اعدادي المراجعه النهائيه لاخر السنه، اخر مراجعه عندنا عشان خاطر ماده الساينس. النهارده هنحل الامتحانات الاسترشاديه اللي موجوده عندنا في كتاب التقييمات. الامتحانات دي مهمه جدا، في امتحانين موجودين في اخر كتاب التقييمات، دي موضع اسئله مهمه جدا جدا عندنا. نحضر كتاب التقييمات، نحضر الاسئله، وتعالوا نشوف عشان دي حصه مهمه جدا جدا جدا. السؤال الاولاني في موديل 1، question 1A choose the correct answer. بيقول لك اختار الإجابة الصحيحة. ماشي. when balanced يعني equal، قوة متزنة. مالها يا مستر؟ القوة دي أثرت على جسم ثابت فاضل زي ما هو، جسم stationary يعني state ثابت مكانه. ايه اللي هيحصل؟ مش قوة متزنة، يعني القوة اللي جاية من اليمين قد القوة اللي جاية من الشمال اهي، فالقوتين قد بعض. تقول لي يا مستر مش هيحصل حاجة، هيفضل remain at rest. ليه؟ القوتين بيلاشوا بعض، فبالتالي يبقى زي ما هو. question 2 the cell contain complete number. خلي بالك قال لك كلمة ايه؟ قال لك كلمة complete number، عدد كامل من الكروموسومز. قبل ما نقول الإجابة عايزك تخلي بالك إن إحنا عندنا نوعين من السيلز. السيلز تو تايبس. في نوع من السيل اسمه سوماتيك، جلدك شعرك دمك عينيك أي خلايا اكسبت ريبرودكتيف سيلز، والتانية اسمها ريبرودكتيف سيل. طيب السوماتيك سيل بتبقى فيها كومبليت، فيها عدد كامل، كومبليت نمبر، عدد كامل من الكروموسومز، يعني بنقول عليها 2N او ديبلويد. قولوها بقى كده مرتين كده، ديبلويد. اما الريبرودكتيف سيلز ديت بتبقى كونتين، بتحتوي على هاف نمبر، نص عدد الكروموسومز. حلو قوي. يعني N يعني هابلويد. وممكن نقول الريبرودكتيف سيل نقول عليها كلمة جاميتس، أو نقول عليها جونادز. يبقى السوماتيك سيل فيها عدد كامل من الكروموسوم، الريبرودكتيف سيل فيها نص عدد الكروموسوم. ما تنساش إن السوماتيك بتنقسم ميتوزز. الريبرودكتيف سيل ديفايدد مايوزز. هو هنا بيقول لك مين فيها كومبليت نمبر اوف كروموسوم، يعني 2N يا باشا، يعني عدد كامل من الكروموسوم. تقول لي يا مستر يبقى السوماتيك سيل. خلي بالك ان الجاميت فيها النص، يبقى دي غلط. السبرم في النص، اما الاوفا برضو فيها النص. give reason. the reaction between magnesium، لو حصل تفاعل بين المغنيسيوم والهيدروكلوريك اسيد، ليه اكزو؟ قول له شكرا، ده كده مديك الانسر. اكزوثيرميك. ليه اكزوثيرميك؟ هتقول له because produce heat to surrounding system، عشان بتطلع حرارة للسيستم اللي حواليها. اكزوثيرميك. ما تنساش في نوعين من الرياكشن، اكزوثيرميك يبقى ريليز بيطلع انرجي، اندوثيرميك معناها ابزورب انرجي، ابزورب وبيقلل درجة الحرارة. واحد يطلع حرارة يبقى اسمه اكزو، واحد يمتص حرارة يبقى اسمها اندو. الكيميكال رياكشن اكزو اندو. passenger throw forward when bus stop suddenly. بعد الشر دوست فرامل، ليه بنترمي لقدام؟ تقول لي ديو تو ذا افكت اوف انريتشيا. طب حلو قوي. اتحركت مره واحده، اتحركت لورا، العربيه اتحركت مره واحده، ليه بتحرك باكورد؟ تقول لي ديو تو ذا افكت اوف انريتشيا. يبقى نقول له بيكوز افكت اوف انريتشيا، الانريتشيا. وعشان نوريه احنا فاهمين نقول له body keep its state. حد فاكر يعني ايه انريشيا؟ يعني body keep its state from movement او من الاستاشينري او من الثبات. لما الجسم يفضل محافظ على حالته سواء كان من الحركه او من الثبات اسمها انريشيا. body keep its state
from motion or static اسمها انرشيا. السؤال اللي بعده individual produced by sexual الاشخاص اللي بتتكاثر بالسكشوال. حلو قوي. ما تنساش ان انت عندك نوعين من الريبرودكشن سيكشوال وايه سيكشوال. السيكشوال بيتم عن طريق وان بيرنت. اول ما يقول لك كلمه ريبرودكشن يبقى الاجابه حاجه من الاثنين، يا سيكشوال يا ايه سيكشوال، يا سيكشوال يا ايه سيكشوال. سيكشوال بيتم عن طريق تو بيرنتس وبيحصل عن طريق مايوزيس ديفيجن وبيطلع افراد مش شبه بعض. احنا مش شبه بعض. تاني نوع اسمه asexual بيتم عن طريق one parent. تاني لو قال كلمة reproduction أفكر في حاجتين، يا إما sexual يا إما asexual. السexual تقول لي عن طريق two parent وبيعمل variation. الasexual عن طريق one parent. فبيقول لك individual produced by sexual مختلفين في genetically difference. هنقول له because crossing بسبب ان في حاجه اسمها crossing over phenomena. وعشان احنا بنراجع اخر السنه فلازم نغطي المعلومه. ايه اللي بيخلي الافراد مش مظبوطه؟ بيبقى الصفات بتاعتها مش مظبوطه، او مش بكلمه مظبوطه، يعني ليه الصفات مختلفه؟ كل واحد ليه صفات مختلفه عن التاني. تقول لي اصل يا مستر بيحصل عمليه اسمها crossing over phenomena بيحصل فيها exchange، بيحصل فيها تبادل بين الانر بارتس اوف كروموسومز. طيب ما تيجي نشوف الرسمه، لان هو اكيد هيجيب لك الرسمه دي مهمه جدا. ادي كروموسوم وادي كروموسوم جنب، والكروموسوم بيتكون من 2 كروماتايد، وبعدين بعد شويه الكروموسوم ده يعمل انترسكت يتخانق مع الكروموسوم ده، وبعد شويه كل واحد منهم يبدل جزء من التاني. فيا ريتنا كنا استخدمنا الوان عشان اوريك ان فعلا حصل تبادل. كل واحد فيهم بدل حته من التاني، حصل انترسكت بينهم، تقاطع. خلي بالك من الرسمه دي، لو جات لك اسمها crossing over بتعمل variation in genetic traits. نمبر 4 weather forecast والبروبابيلتي بتاعتها والتوقعات والاكسبكتيشنز او التوقعات والتنبؤات not confirmed facts. التوقعات الجويه مش حاجه confirmed، يعني ممكن يحصل فاكتور تغير التوقعات الجويه. why it's not confirmed؟ ليه مش مؤكده وبتتغير؟ هنقول له because الاتموسفير والويذر افكت بيتاثر باي ميني فاكتور. يبقى اول حاجه ان في ميني فاكتورز افكت اون ذا ويذر اند اتموسفير اند وايه كمان باي increase prediction. كل ما تزود التوقعات الاكيوريت الدقه تقل. يعني كل ما يزود التوقعات يقول لك ده بكره الساعه 12 و5 هتمطر في مش عارف في حي ايه في منطقه ايه في محافظه ايه. كل ما يبقى مزود التوقعات، لا ممكن تبقاش 12، ممكن تبقى الساعه 1 الظهر، ممكن ما يبقاش في البلد دي او في الحي ده، يتحرك الهواء بطريقه معينه فيقلل التوقعات. Question 2 complete the following statement. Process by losing oxygen. خلي بالكم بقى، في عمليه اسمها oxidation وعمليه اسمها reduction. في عمليه اسمها oxidation بنكتب، وعمليه اسمها reduction. الاوكسيديشن معناها بروسيس، عمليه بيحصل فيها جين اوكسجين، باينه من اسمها اوكسيديشن يبقى جين اوكسجين اور لوز هيدروجين. الريدكشن بروسيس، عمليه بروسيس بيحصل فيها لوز اوكسجين او جين هيدروجين. زي مين المثال اللي كان عندنا؟ لو جبنا H2 باس اوفر كبر اوكسايد هوت هيدي
H2O بلس Cu. يبقى ال H2 اخذت اكسجين يبقى حصل لها اوكسيديشن، ال CuO فقدت اكسجين يبقى حصل لها ريدكشن. فهو بيقول لك العمليه اللي فقد فيها اكسجين يبقى اكيد اسمها ايه العمليه؟ اسمها ريدكشن. ريدكشن. خلي بالك عشان الحته دي دايما بتلخبطكم. هو قال بروسيس، طب لو كان قال سبستانس اللي يحصل له ريدكشن، العمليه اسمها ريدكشن. يبقى لو قال سبستانس اقول له اوكسيدايزنج ايجنت. طب لو قال اوكسيديشن العمليه اوكسيديشن. يبقى لو قال كلمه سبستانس اقول له اسمها ريديوسنج ايجنت. خلاصه الكلام، اللي ياخد اكسجين يبقى حصل له اوكسيديشن، اللي يفقد اكسجين يبقى حصل له ريدكشن. البروسيس اسمها اوكسيديشن، لكن السبستانس كولد الماده نفسها اسمها ايه؟ تقول لي يا مستر الماده نفسها يبقى اسمها ريديوسنج ايجنت. طب الريدكشن البروسيس نفسها اسمها ريدكشن، كويس، بس السبستانس اسمها اوكسيدايزنج ايجنت. يعني خلي بالك H2 ده كان داخل من غير اكسجين طلع باكسجين يبقى حصل له اوكسيديشن، يبقى هو اسمه ريديوسنج ايجنت. يبقى ده حصل له اوكسيديشن لكن ريديوسنج ايجنت. ده حصل له ريدكشن فقد اكسجين. ده كلمه ريدكشن جايه من كلمه ريديوس. تقول لي حصل له ريدكشن، ده حصل له ريدكشن يبقى اسمه اوكسيدايزنج ايجنت. difference between maximum and minimum temperature is called، دي اسمها الديلي temperature range. daily temperature range. الرينج لو عملنا اعلى درجه ماينس اقل درجه في اليوم يبقى اسمها كده الرينج. الرينج خلي بالك. What's meant by maximum temperature؟ highest temperature during the day. minimum lowest temperature during the day. طب لو عملناهم ماينس تقول لي يا مستر يبقى اسمها daily temperature range. What happened؟ water added to concentrated acid. حطينا ميه على الاسيد بدل ما نحط الاسيد على الميه. المفروض لو احنا بنكب الاسيد على الميه الاول بنكب الاسيد على الميه مش الميه على الاسيد. فبقول لك ايه اللي يحصل لو حطيت اسيد؟ المفروض حطيت ميه على اسيد بدل ما تحط الاسيد على الميه. هنقول له it produce heat may explode the container. هتطلع حراره جامده جدا. ما انت كبيت بقى حمض على ميه، ده صح. لكن لو ميه على حمض لا ده غلط، لان ممكن يحصل ديليوت اكتر من اللازم فبالتالي يطلع حراره عاليه جدا. الصح ايه؟ نحط حبه اسيد صغيرين على الميه. لكن لو عملنا العكس تقول لا هيطلع حراره جامده جدا. The mass of body increase. الماس زاد while the net force acting remains constant. الماس زاد حلو والفورس زي ما هي. ايه اللي هيحصل؟ هنقول له body inertia increase. الانريشيا بتاعت الجسم الماس زاد والفورس اللي بتأثر عليه زي ما هي، يفضل الجسم محافظ على حالته او الانريشيا بتاعت الجسم تزيد. بولينج جرين اوف ميز نزلت على الاستجما بتاع التوميتو. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ جايب بولينج جرين حبوب لقاح بتاع الذره وقعت على الاستجما بتاعت التوميتو. مبدئيا كده في ناس مش عارفه ايه الاستجما دي. انت عندك حاجه في البلانت اسمها جينيسيوم بتتكون من كاربلز عامله كده. اللي فوق دي عندنا اسمها الاستجما. ستيجما دي اسمها ستايل. ده اسمه اوفري. طب جوه هنا كده في عندنا الفتحه دي اسمها الميكرو بايل. افرض الستيجما دي وقع عليها حبه لقاح، هي بتاعه التوميتو، وقع عليها حبه لقاح بتاعت مين؟ بتاع الذره. تقول لي نو فيرتيلايزيشن. مش هيحصل فيرتيلايزيشن ونو ريبرودكشن. يبقى لو وقعت حاجه من نبات على نبات تاني تقول لي مش هيحصل تلقيح، نو فيرتيلايزيشن.
decrease the temperature of air saturated with water vapor. الحرارة قلت بتاعت هواء مليان بخار مية. بخار مية قلت، هنقول له condensation. هنقول له هيحصل لنا condensation. condensation take place form rain. يكون رين. ميه مشبعه او ميه الهواء مشبع ببخار الميه وبعدين برد، تقول له يا مستر يبقى هيحصل كوندنسيشن ويكون امطار. Question 3. Write the scientific term. Write scientific term. Property of the body remain state of rest or motion. الجسم يفضل محافظ على حالته ما يغيرش حالته، دي اسمها الانرشيا. The cell formed from fusion. الخلية الناتجة من اتحاد الميل والفيميل جاميت. ده يدينا حاجة اسمها الزيجوت. والزيجوت بيبقى 2n يا جماعة، يعني عدد كامل. compare between exothermic dissolution و endothermic dissolution. ايه الفرق بين الاكزوثيرميك والاندوثيرميك dissolution؟ exothermic هنقول له reaction produce heat، تفاعل بينتج حرارة. الاندوثيرميك رياكشن absorb، مادام اندو يبقى absorb heat، بيمتص الحرارة. يبقى لو اكزوثيرميك معناها انه ده تفاعل بيطلع لك حرارة، الاندوثيرميك تفاعل بيمتص حرارة. الكومبير الثاني عندنا فيرست كلاس ليفر وسكند كلاس ليفر، ودي مهمة جدا يا جماعة، متوقعة تجيلنا. بص لي كده، ادي الفيرست كلاس، جداول كده بسرعه يا ولاد، والسكند كلاس. فاكرين الكلمه الجميله اللي كنا بنقولها اف ال اي؟ اف يبقى دي بتاعت الفيرست كلاس، ال بتاعت السكند، الاي بتاعت الثيرد. في الفيرست كلاس ليفر بيبقى الفولكرم بتوين ايفورت، بين الايفورت وبين اللود، ودي sum times save effort. زي مين؟ زي السيزرز، المقص، زي السيسو. السيسو المرجيحة دي اللي بنقعد عليها. في عندنا السكند بيبقى اللود بتوين، بين الافورت وبين الفالكرم، ودي all. لو قال لك always save effort، لو قال لك always save effort يبقى second class liver، زي الاوبنر، زي النات كراكر اللي بتكسر البندق. دي كومبير مهمه جدا. احنا عندنا كام نوع من الليفرز؟ تقول لي 3 مستر. عندنا فيرست وسكند وايه وثيرد. خلي بالك الفيرست مين في النص؟ الفالكرم. السكند مين في النص؟ اللود. الثيرد مين في النص؟ تقول لي الايفورت. مين ما بتوفرش مجهود خالص؟ الثيرد. مين بتوفر مجهود؟ السكند. مين سام تايمز؟ الفيرست. حلو. لو قال لك ليه بتسيف ايفورت، ليه بتعمل سيف ايفورت، تقول له يا مستر عشان الايفورت ارم اكبر من اللود ارم. تاني السؤال ده متوقع برضه. جيف ريزون ليه السكند كلاس ليفر بتعمل سيف ايفورت، تقول لي عشان الايفورت ارم، الدراع اللي انا ماسك منها اكبر من اللود ارم. في حاجه تانية محدش ينسى اللوب بتاع الليفرز، مساله متوقعه، اللي هو كنا بنقول ايه؟ بنقول ايفورت او الايفورت تايمز اتس ارم ايكوال اللود تايمز اتس ارم. طبعا هو هيجيب لك واحده من دول ناقص، يعني لو طلب الارم يبقى دي تروح الناحيه الثانيه ديفايدد، ايفورت تايمز اتس ارم ايكوال لود تايمز اتس ارم. القانون ده مهم جدا، بتاع اسمه ايه؟ الليفرز لو. ميتوزز وميوزز، كومبير بتوين الميتوزز والميوز. نعمل كومبير محترم. الميتوزز والميوزز،
الميتوزز بروديوس بيطلع لك 2 سيلز. الميوزز بروديوس بيطلع 4 سيلز. الميتوزز بيحصل ان سوماتيك. طب ايه اهميه الميتوزز؟ عشان الجروس وكومبنسيت لوست سيل. الميوزز بيحصل ان ريبرودكتيف سيلز. الميتوزز خلي بالك من الرسمه، وانا بقول لك اهو خلي بالك من الرسمه دي. لو عملنا كده وكاتب هنا 2N وبعدين طلعت خليتين بالمنظر ده وكل خليه منهم 2N، يعني ايه 2N؟ يعني عدد كامل، يبقى ده اسمه ميتوزز. لكن لو رسم خليه 2N والخليه دي عملت فيرست ميوزز وبعدين سكند ميوزز اهي، يبقى ده ان 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 ان، ده اسمه فيرست ميوزز، وده اسمه سكند ميوزز. الرسمتين دول متوقعين. دي اسمها رسمه الميتوز، بيطلع 2 سيلز زي بعض في عدد الكروموسومز. لكن لو بروديوسد 4 سيلز وكل سيل هابلويد يعني كونتين هاف نمبر اوف كروموسوم يبقى اسمها ميوزز. في حاجه تانية للناس الشاطره، السكند ميوزز زيه زي الميتوزز. سكند ميوزز زيه زي الميتوز، بيحصل نفس الحاجه. لان بص هنا 2N فضلت 2N، هنا N فضلت N، فبالتالي عدد الكروموسوم ما اتغيرش. يبقى كده السكند ميوزز زي الميتوز. السؤال اللي بعده، هاي بريشر سيستم اند لو بريشر سيستم، ايه الفرق بينهم؟ الهاي بريشر واللو بريشر سيستم. كلمة هاي بريشر هنقول له سيستم كونتين هاي بريشر، ومادام ضغط عالي، مادام ضغط عالي يبقى معنى كده ضغط عالي، مادام ضغط عالي يبقى ليس تمبريتشر، يبقى بارد، وعنده كمان لو هيميوديتي. طب لو لو بريشر يبقى معنى كده ان عنده لو بريشر، يبقى عنده هاي تمبريتشر. مش بس كده، وكمان بيتميز بانه عنده هاي تمبريتشر، فبالتالي عنده هاي هيميوديتي، رطوبة عالية. ما ننساش كمان ان الاير موف فروم هاي بريشر تو لو بريشر. Question 4 correct the underline اللي معموله بالخط الاحمر دي غلط. اندوثيرميك رياكشن ريليز، بيقول لك بيطلع حراره. غلط يا مستر، اللي بيطلع حراره ما اسموش اندو، اسمه اكزو ثيرميك. wind pollinated flower usually large and bright، ملونه وكبيره. ما دام ملونه وكبيره يبقى كده بذمتك هيحصل ترانسفير للبولين جرين بالويند ولا بالانسكت؟ بالانسكت. ما ننساش في عندنا طريقه اسمها ويند بولينيشن، بنكتب احنا بنراجع ويند، وفي حاجه اسمها انسكت. بعد اذنك مصحصح معايا، في حاجه اسمها ويند بولينيشن وانسكت بولينيشن. حبوب اللقاح اللي بالويند بتبقى لارج نمبر. ليه عددها كبير؟ تقول لي عشان تعوض المفقود، كومبنسيت ذا لوست. وبتبقى كمان الاستجما اللي بتستقبل حبوب اللقاح بتبقى ستيكي. الانسكت بتبقى سنتد، الورده ليها ريحه، وبتبقى برايت. حلو. وبتبقى البولين جرين رف خشنه عشان تلزق في جسم الحشره. يعني ايه اصلا كلمه بولينيشن؟ ترانسفير بولين جرين فروم فلاور تو انذر. ما تنساش ان البولينيشن نوعين. ايه هما النوعين؟ نوع اسمه سيلف، البولينيشن نوعين، سيلف ونوع اسمه كروس.
لو قال لك حبوب اللقاح مشيت من فلاور تو سيم فلاور يبقى اسمها سيلف. طب لو حصل ترانسفير، لو اتنقلت from flower to another يبقى اسمها كروس. عشان يحصل سيلف بولينيشن لازم الاندريشيوم والجينيسيوم التو سكسز ماتيورد ات ذا سيم تايم. الكروس مش لازم الاثنين يبقوا ماتيورد، غير كده كمان يبقى الانسر اللي مطلع حبوب اللقاح اقل في الارتفاع من الاستجما. الحته دي مهمه جدا، ودي جزئيه لازم تجي لنا. هتخلي بالك من الكومبير بتاعت الميتوزز والميوزز، هتخلي بالك من الكومبير بتوين الويند بولينيشن والانسكت بولينيشن، هتخلي بالك من الكومبير بتوين سيلف بولينيشن والكروس بولينيشن. State the importance of each of the following. Preserving food by removing air. في طريقة حفظ الطعام بتفريغ الهواء. ليه؟ To prevent عشان تمنع الجروس اوف بكتيريا، عشان البكتيريا والفنجاي ما ينموش جوه الاكل. فاحنا لما نفرغ الهواء يبقى احنا بنمنع نمو البكتيريا والفنجاي. سيت بيلت، ليه لازم الواحد بوت اون سيت بيلت بتاع العربيه؟ ليه حزام الامان؟ يجب ان احنا نرتدي حزام الامان. ليه؟ عشان لا قدر لو دوست بريك مره واحده، فرامل مره واحده، اقدر ما اتحركش لقدام، احافظ على حالتي وما اتحركش لقدام، اتوقف، ما اصطدمش بالعربيه من قدام. يعني كل ده ليه؟ تقول لي to avoid effect of inertia. بعد كده كروس بولينيشن ان بلانت، بيقول لك ايه اهميه الكروس بولينيشن؟ ده كوزنج، الحته دي حلوه قوي، كوزنج فاريشن ان تريت. ليه بقى؟ ده السؤال ده جاي في امتحان تاني. الكروس بولينيشن معناها ان حبوب اللقاح بتمشي من ورده لورده. الله، طب ما دي ورده ودي ورده، دي صفات ودي صفات، ده نبات وده نبات، او بلاش بطريقه تانيه، دي ثمره ودي ثمره، فدي ليها صفات ودي ليها صفات، فكده هيعمل فاريشن، تنوع مختلف. طب لو حصل سيلف ما يحصلش فاريشن. سيلف معناها النبات يلقح نفسه، هو نبات واحد ولقح نفسه، يبقى كده ما يعملش فاريشن. لكن لو حصل كروس بولينيشن، خلي بالك لو بقول لك عايز الامبورتنس، منشن ذا امبورتنس، تقول الامبورتنس بتاعت الكروس بولينيشن انه بيعمل تنوع في الصفات الوراثيه، لان بيحصل ترانسفير للبولين جرين. فاحنا لسه قايلين من بلانت او من فلاور تو انذر فلاور ان ذا سيم سبيشيز، يعني برضو هي بتمشي من ورده لورده بس من نفس النوع. ويذر ماب، ايه لازمه الويذر ماب؟ اول حاجه ان احنا بنعمل ستادي ذا ويذر كونديشن، بعرف الظروف الجويه. غير كده كمان بريدكشن فور ويذر، بتوقع التوقعات الجويه. غير كده كمان فور ميني اندستري. غير كده كمان بيعمل ديسكرايب، بيوصف ديسكرايب all weather، ودي اهم نقطه، فينومينا. الويذر ماب عباره عن ماب فيها سيمبل، رموز بتعبر عن الويذر ان سيرتن اريا. هتلاقي كده صوره، والصوره ديت عماله بقى تعمل تفاصيل وتديك تفاصيل عن الويذر ماب. فالويذر ماب دي مهمه جدا لان بتخلينا ندرس شكل الظروف الجويه في مكان معين والويند موفمنت. ففي كلام كتير جدا ممكن تكتبه، لان هي مش بتعرفك على حاجه واحده، حركه الرياح والبريشر، ونقدر نعمل بريدكشن، توقعات جويه، دي كلها اسمها الويذر ماب. بكده يبقى خلصنا اول موديل اكزام عندنا. احنا قلنا عندنا كام موديل؟ 2 موديلز. موديل اكزام 2، موديل اكزام 2. خلصنا موديل 1، موديل اكزام 2. اتفضلوا معايا. موديل 2. choose the correct answer. the result of force 20 نيوتن. 20 نيوتن اثرت على جسم بكام؟ ب 5 كيلو جرام. يبقى الاكسلريشن بكام؟ محدش ينسى ان الفورس ايكوال ماس
تايمز اكسلريشن. اعمل لي التراينجل ده، فسيادتك هتكتب لي كده ادي الفورس وادي الماس تايمز اكسلريشن. بيقول لحضرتك عندك 20 نيوتن، قول له شكرا ادي 20 نيوتن. وقال لك 5 كيلو جرام، شكرا يبقى دي 5 كيلو جرام. انا عايز الاكسلريشن، يبقى تقول لي تعمل 20 ديفايدد 5 يبقى هيطلع عندنا ب 4 متر بير سكند سكوير. A human somatic cell contain. السوماتيك لسه جايه في الموديل اللي قبله. السوماتيك جلدك شعرك دمك عينيك اي خلايا ما عدا الريبرودكتيف. مالها؟ تقول لي يا مستر بيبقى فيها عدد كامل من الكروموسوم اللي هم قد ايه؟ تقول لي 46 كروموسوم. على فكره ممكن نكتب 46 كروموسوم ونكتب 23 بيرز. على فكره ممكن نكتب 46 كروموسوم ممكن نكتب 2N اللي هي ديبلويد فيها عدد كامل. Give reason. The cooling cycle of refrigerator، دورة التبريد بتاعة الريفريجريتور بتطلع حرارة للي حواليها. هنقول له to get rid of heat from Ferrion cycle and cooling the refrigerator. هو ليه التلاجة بتطلع حرارة؟ تقول عشان بتتخلص من الحرارة اللي جت من الفريون اللي عمل كولينج في الريفريجريتور. It become harder to stop moving object. Its mass increase. عربية ماشية صعب انك توقف عربية الكتلة بتاعتها بتزيد. هنقول له because by increase، كل ما نزود الماس الانرشيا مالها انكريس. يبقى ليه صعب توقف عربيه متحركه؟ تقول لي اصل يا مستر كل ما الماس يزيد الانرشيا بتاعت البادي ان هو كيبنج اتس ستيت تزيد فتفضل محافظه على حالتها. عربيه صغيره وعربيه كبيره مين صعب تتوقف؟ تقول لي العربيه الكبيره ليه؟ عندها ماس اكتر. طب وايه المشكله؟ تقول لي كده الانرشيا بتاعتها زادت، الانرشيا انكريس. نقول له بيكوز باي انكريس ماس الانرشيا انكريس. Question 2, complete the following statement. What reaction occur between hydrogen gas الهيدروجين pass over copper oxide heating؟ اسمه ايه التفاعل ده؟ اسمه oxidation and reduction. التفاعل اللي حصل اسمه oxidation و-reduction. لسه كنت في الامتحان اللي فات كنا لسه شارحينها، فاحنا هنشرحها تاني بس بطريقه مختلفه. ادي تيوب والتيوب دي مالها؟ تقول لي يا مستر حاطين فيها جوه كبر اوكسايد وبنسخنه، يبقى اللي جوه ده مين؟ تقول لي كبر اوكسايد. مين اللي هيعدي هنا؟ الهيدروجين. هيحصل ايه؟ هتقول لي الهيدروجين لما يعدي على الكبر اوكسايد لسه متقاله في الامتحان اللي قبله هيدي كبر وهيدروجين، حصل اوكسيديشن وريدكشن. ستيفن سان سكرين is painted to reflect. فاكرين الكوخ اللي بيتحط جواه اجهزه عشان تقيس درجه الحراره، تقيس الويذر، كان اسمه ستيفن سان سكرين. بيدهنوه ابيض عشان يعكس اشعه الشمس، اعلى من الارض عشان نوت افكت باي راديشن. قولها مرتين، نوت افكت باي راديشن، نوت افكت باي راديشن. مليان اوبننج زي ما يكون في شبابيك صغيره تو allow air move. not put beside building or tree to not affect by building and tree temperature او heat. فبيقول لك ليه السكرين ستيفن سان سكرين is painted؟ ليه ستيفن سان سكرين painted by white؟ تقول له to reflect عشان يعمل reflect للsun rays و not affected by sun heat. What happens if ordinary cup is used instead of insulating polystyrene cup in heat dissolution experiment؟ هنقول له it may be pressed أو explode أو get
hot can't carry it because heat produced. مش فاهم. عشان في heat produced. مش فاهم يا مستر. بدل ما تجيب كاب ايزوليتد معزول، جبت كوبايه بلاستيك، فانا لما امسكها بايدي وفي حراره طالعه كده افكت باي هيت، هتاثر بالهيت اللي طالعه منها. An ordinary cup is used instead of insulating polystyrene cup in a heat of dissolution experiment. تجربه طالع منها حراره وسيادتك جبت كوبايه بلاستيك هتتلسع. يعني نقولها ازاي بقى؟ هنقول له will feel the hot can't carry it because it produce heat. The result force acting on body increase while mass remains constant. لو القوة اللي أثرت على الجسم زادت والماس زي ما هو، هنقول له change body state. هتغير البادي ستيت سواء من الموشن أو من الاستاشينري أو الثبات. plant depend on self pollination. كنت ذكرت الحتة دي في الامتحان اللي قبل. بيقول لك ايه اللي يحصل لو نبات اعتمد بس على السيلف بولينيشن. نقول له no variation in trait. مش هيحصل تنوع في الصفات الوراثيه، لان السيلف بولينيشن معناها حبوب اللقاح مشيت من فلاور لنفس الفلاور. طب وايه المشكله لما تمشي من فلاور لنفس الفلاور؟ طب ما هو كده نفس النبات بنفس الصفات، فمش هيعمل variation. no variation in genetic traits. كروليوس افكت disappear. العامل اللي اسمه كروليوس. مستر ايه كروليوس ديت؟ اتفقنا ان الارض بيحصل لها روتيشن، فبتخلي الهواء هو كمان يلف معاها في شكل سيركولر. يبقى لو مفيش كروليوس افكت هنقول له air not move in circular form. ادي واحد. اتنين no a change in pressure. مش هيبقى فيه تغير في البريشر لان الهواء بيتحرك من المنطقه اللي فيها هاي بريشر تو لو بريشر. كروليوس افكت دي كانت تجربه ان في عندنا قرص بيلف، لو زقنا الكوره ستريت والقرص ده ثابت، يعني ادي ديسك شيب، ولو في هنا عندك كوره لو انت بوش ات والقرص ده ثابت فهي هتمشي ستريت. طب لو كان القرص ده الديسك ده روتيت روتيت روتيت، اوكي، وهنا في بول، يبقى ات ويل روتيت مع الديسك. دي اسمها الكروليوس افكت، وديت لو اختفت فبالتالي مش هيحصل موفمنت للاير ان ذا سيركولار فورم. compare between instant cold compress والinstant hot compress. فاكرين اللزقه البارده واللزقه السخنه؟ الانستنت كولد بتستخدم في الانستنت كولد. طيب هو قال كولد يبقى بعد كده بتمتص حراره، يبقى هي اندو سيرميك، ودي بتستخدم فور سويلنج، واحد مخبوط يحطوا له اللزقه اللي بتبرد. طب الانستنت هوت، الهوت بتطلع حراره يبقى اسمها اكزوثيرميك، ودي بتستخدم للماسل كرامب، للشد العضلي واي ماسل تنشن. نيوتن فيرست لو ونيوتن سكند لو. في عندنا نيوتن فيرست لو ونيوتن سكند لو. نيوتن فيرست لو بيقول لك ان البادي كيب اتس ستيت فروم ريست اور موشن unless a force effect on it. قولها مرتين definition. بيقول لك ان البادي كيب اتس ستيت فروم static or motion unless a force effect on it. طب السكند كان بيقول لك ان الفورس ايكوال الماس اوف ذا بادي تايمز الاكسلريشن. تايمز الاكسلريشن ده لو في فورس، فالفورس عباره عن محصله الماس تايمز الاكسلريشن. جاست بنذكر بس الديفينيشن هنا والديفينيشن هنا. كومبير بتوين سيلف بولينيشن وكروس بولينيشن. لسه احنا في الامتحان اللي قبله لسه متقاله. السيلف بولينيشن معناها ترانسفير بولين جرين فروم انسر تو ستيجما ان ذا سيم بلانت، while cross transfer pollen grain from answer to stigma in another flower او another plant. طيب مع بعض كده شويه. السيلف بولينيشن ليها شروط.
والكروس بولينيشن ليها شروط. ايه شروط السيلف بولينيشن؟ السيلف بولينيشن لازم التو سكسز يحصل لهم ايه؟ ماتيورد، يعني الميل والفيميل يتكونوا ماتيورد ات سيم تايم. ولازم يبقى الانثر اللي بيكون حبوب اللقاح تولر، اطول من الاستجما. طب الكروس، لسه قايل ان الكروس يبقى ترانسفير بولين جرين فروم انثر تو ستيجما ان انذر فلاور او انذر بلانت. طيب الكروس التو سكسز الجنسين اللي هو الميل والفيميل الاندريشيوم والجينيسيوم نوت ماتيورد at same time، وبيبقى الانثر اللي بيكون حبوب اللقاح shorter، اقصر من الاستجما. بالمناسبة شكل الانثر عامل كده، اولا ده كده اسمه ستيمن، وده عبارة عن فيلامنت وانثر، وعندك الانثر متقسم لشامبرز، والشامبرز دي من جوه مليانة بولين جرين، يعني الخيط ده اسمه ستيمن. ده موجود في الميل، بيتكون من خيط اسمه فيلامنت وانثر. طب الانثر ده لو شفناه تحت الميكروسكوب هيطلع لك بالمنظر ده، بيتكون من 4 شامبرز، وكل شامبرز فيها بولين جرين. ابسولوت هيميونيتي وريلاتيف هيميونيتي، ايه الفرق بينهم؟ الابسولوت هيميونيتي لما اقول لك الابسولوت هيميونيتي معناها اماونت اوف ووتر فيبور اللي فاوند بالجرام بير متر سكوير. الابسولوت هيميونيتي معناها اماونت، كميه الووتر فيبور الاكتشوال، يعني اللي موجوده بجد، الاكتشوال اماونت اوف ووتر فيبور ان اريا، وده بالجرام بير كيوبيك سنتيمتر. الريلاتيف معناها ايه؟ بتبقى الريشيو بين مين؟ بين الابسولوت والماكسيمم، اكبر تشبع ماكسيمم اوف ووتر فيبور ان سيرتن اريا. مش فاهمه يعني ايه ابسولوت؟ الابسولوت معناها يعني اللي فعلا بخار الميه الموجود، يعني اوضتك اللي انت قاعد فيها دلوقتي دي، هات لي الابسولوت يعني كميه الووتر فيبور اللي موجوده في الاوضه اللي انت قاعد فيها دلوقتي. يبقى اماونت اوف ووتر فيبور، الاكتشوال اماونت اوف ووتر فيبور ان اريا. لكن الريلاتيف معناه بقارن بين الاكتشوال واقصى تشبع، يعني الاوضه بتاعتك فيها مثلا 10 جرام بخار ميه بير سنتيمتر كيوبيك، والاوضه دي بتاخد لغايه 90 بالهواء اللي فيها بحجمها 90 جرام بير سنتيمتر كيوبيك، فانت قارنت بين البخار الميه اللي موجود واقصى تشبع، يبقى اسمها ريلاتيف ريشيو بتوين الابسولوت humidity to the maximum water vapor in certain area. Question 4 correct the underline. الجميد contain complete number. يا عم حرام بقى، الجميد لا ده السوماتيك. insect pollination بتبقى light وتبقى dry، خفيفة، لا يبقى كده wind، وبيبقى large number عشان تقدر تتنقل مع الحشرات. State the importance of each of the following. Study the heat of dissolution of different substance. ندرس الحرارة اللي ناتجة من الذوبان. هنقول له because to differ عشان أفرق between، أقدر أفرق between endothermic وexothermic. Number 2 use in many industries، بتستخدم في صناعات كتيرة. Study the different types of liver to know. ليه المهم ان انا اعرف انواع الليفرز؟ to differ او to know the importance to differ، know واعرف الimportance of each type
يبقى انا ليه مهم ان انا اعرف انواع الليفر to differ and know the importance of each type of livers. ادي حاجة. الحاجة التانية to know which type conserve effort. غير كده كمان use in many simple machine. flower implant. ايه لازمة الفلاور؟ الفلاور دي reproductive organ implant for. ليه الفلاور مهم؟ عشان دي reproductive organ في البلانت، وكمان for sexual. ما دام فلاور يبقى هتعمل sexual reproduction. weather forecast for farmers to avoid irrigation in rain أو rainy day. غير كده كمان to avoid damage of crops، عشان يقدر يحافظ وما يحصلش تلف لمين؟ للكروبس. بكده يبقى احنا حلينا 2 موديل اكزام اللي موجودين في كتاب التقييمات. في اخر الكتاب امتحانين مهمين جدا جدا جدا. بعد ما نخلص مذاكره خالص نبتدي نتفرج ونفهم كده جزئيه جزئيه. يا رب ان شاء الله تكون الاسئله فعلا لمت اجزاء كتيره من المنهج، ونركز كويس جدا يا جماعه، وان شاء الله بالتوفيق. شكرا.